الناس اللي بتسيب بلدها والناس اللي بتسافر يا جماعه، الناس دي بتسافر لان هي شافت ان مفيش امل هنا. يعني انت لو بتسمعني دلوقتي وانت واخد القرار ده او خدت القرار ده، انت 100% ما كنتش شايف امل هنا، لانك لو كنت شايف امل هنا كنت انت حاولت فيه حتى لو 1%. فانا اكتر واحد حاسس بيك لاني كنت مسافر زيك، انا كنت سايبها وماشي. يعني انا كان اخر سنين دراستي كان مجموعي الحمد لله انا متخرج بمجموع كان يأهلني اعرف ابقى معيد في جامعتي، ولكن انا كنت عارف ان ده مش هيحقق لي احلامي. انا عايز اوصل لاهداف كبيره في سن صغير، عايز اعيش عيشه محترمه ما قدرتش اعيشها بتاع ده في مستوى معين انا ما وصلتلوش قبل كده، فانا عايز اطلع لمستويات اعلى من اللي انا فيها بكتير. فبدات ادور وبدات افهم لحد ما ربنا رزقني ببزنس شقلب لي دنيتي 180 درجه. بزنس غير لي حياتي كلها للاحسن بجد يعني. عارف انت الحاجه اللي ما فيهاش غلطه، عارف الشغلانه اللي ما فيهاش ولا غلطه، ما فيهاش ولا اي حاجه. وده على فكره اللي بيخلي ناس كتيره صعب قوي ان هي تفهم ان ده بيحصل، فاهمني؟ فعلشان كده خليك فاهم ان انت حتى لو انت جاي من بره، خليك بس بص على الموضوع من منظور اعلى شويه. مصر بذمتك، هل تعتقد ان الدوله دي ما فيهاش فلوس؟ اقول لك على حاجه يا باشا، بص على اللي بيجي بلدنا يعمل معانا استثمارات. اطلع على طريق الساحل وكلم السواق، قول له بقول لك ايه القريه السياحيه دي بتاعت مين، والفندق ده بتاع مين. هتكتشف ان اغلب الاستثمارات دي كلها ناس جايه من بره تستثمر جوه بلدنا تعمل فلوس. فمصر مين اللي ما فيهاش فرص؟ ومصر مين اللي ما فيهاش فلوس؟ ومصر مين اللي ما فيهاش ناس بتنجح؟